السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا من جديد في المقابلة، إيابا ولو أنها تلعبت في المغرب. لا المقابلة ديال نهار الأحد ولا المقابلة ديال الأمس ضد إفريقيا الوسطى. 4-0 في المقابلة الثانية و5-0 في المقابلة الأولى. يعني واحد المعدل اللي جد جد مطمئن. كنعاودو نأكدو وكنسطرو رغم أن المنتخبات اللي كانوا معنا، يعني الغابون ولا إفريقيا الوسطى ولا ليسوتو، منتخبات اللي ميمكنش ناخدوها كمقياس، ميمكنش ناخدوها يعني نبنيو عليها شي حاجة. ولكن كاين حوايج اللي إيجابيين صراحة. بدينا كنشوفو التنشيط الهجومي، بدينا كنشوفو يعني وليد بولاكي يلقى مشكل في الاختيارات ديالو، العدد، التواجد او وجود العدد ديال اللاعبين خصوصا في وسط الميدان او لا في لا لين داتاك. باقي عندنا المشكل ديال الدفاع الاوسط. يعني المقابله الثانيه اللي انتهت ب 4-0 ما كانش واحد التغييرات اللي كبيره بزاف. كنظن ان وليد ركراكي يعني استفد من الدرس الاخير في المقابله اللي لعبنا مع ليسوتو. وتقريبا كانوا واحد 7 ديال التغييرات. كان منتخب جديد علينا ولاعبين ما عمرهم ما لعبوش بيناتهم بزاف، وكان واحد الانانيه في اللاعبين وكانت واحد الفوضى في اللاعب، واستعصى علينا باش نسجلوا الهدف. لولا الهدف ديال ابراهيم دياز لانتهت المقابله ب0-0، وكانت تنتهي يعني الفرص اللي ضيع الخصم ليسوتو مني شكلوا ان خطوره. الحمد لله 12 نقطه من يعني العلامه الكامله، رغم اننا ما محتاجينش النقاط لحقاش حنا ديجا مأهلين وحنا البلد المنظم، والبلد المنظم يعني ما كيشاركش الا ان يعني في هذا القانون هذا يعني سمح لنا المشاركه باش تكون عندنا ديك لا كومبيتيسيون. مالوريزمون طحنا مع منتخبات اللي جد متوسطه. اعيدها واكررها، الا ان يعني التاكيد ديال وليد ركراكي اللي خلى مجموعه يعني ما دارش فيها تغييرات بزاف، وصلنا واحد النسبه ديال الانسجام، واحد النسبه ديال يعني التفاهم بين اللاعبين. وكنشوفوا صراحه كاين حوايج اللي تخدمات، كاين دي زوتوماتيزم اللي داروا يعني كانوا مزيانين وكانوا كيبانوا في وسط المقابله. ولا لاحظنا الهدف الاول والثاني يعني واحد التشابه، يعني تشابه كبير يعني بالنسبه للانسلالات وبالنسبه لي باس اللي تعطاو. يعني هذوك حوايج اللي كانت تخدمت عليهم في لي زونطرينمون. تقريبا واحد 30 دقيقه الاولى اللي خصها اهم توقيت اللي خصنا نستافدوا منه، خص وليد ركراكي والطاقم التقني اللي معاه يستافد منه، هو ديك 30 دقيقه الاولى. لماذا؟ يعني ما قدرناش، ماشي يعني ضيعنا الفرص، ما قدرناش نوصلوا للمرمى ديال الخصم. علاش؟ يعني كان شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. كانوا حوايج دي ميساج اللي يعني كان الوقفه ديال الخصم اللي كانت مهمه بزاف. يعني صراحه برافو، وقفوا واحد لو سيستيم تاكسيك اللي وقفوا به مزيان، ووقفوا لنا للند وبداو ما لعبوش داك لو بلوك با، لعبوا البلوك موين وكيلعبوا لي كونتر اتاك اللي كانوا غيشكلوا لنا خطوره. يعني امتى تحل اللعب وتطلق اللعب؟ حتى يعني الدقيقه 30 شفنا ولا اقل، شفنا القذفه الاولى ديال بن الصغير اللي خلاته كيدخل في المقابله. من بعد منا جات واحد لو تير ديال اوناحي اللي داز جانبا على المرمى. من بعد جاء الهدف الاول في الدقيقه كنظن 34 اللي خلانا يعني بحال بدينا كندخلوا في مقابله شويه شويه، من تماش تسيدنا المقابله وبدينا يعني تنشوفوا دوك لو زوتوماتيزم، تنشوفوا ديك يعني داك المهاجم الوهمي اللي لعب بها وليد ركراكي. برافو ليه، تحسب ليه لي شونجمون اللي كانوا ما دويناش عليهم في الاول، هو ان محمد يدخل في عواد البونو اللي نتمنوا ليه الشفاء العاجل. النصيري اللي دخل بلاصه الكعبي. انا كنظن هذه القضيه ديال النصيري اللي دخل بلاصه الكعبي دائما كيعودنا وليد ركراكي باش كيرجع المورال لبعض اللاعبين، ولاني كنظن وغيكون اكيد وغيكون الاغلبيه ديال الاخوان والمتابعين غيكونوا متفقين معايا، يعني في التجمع المقبل ديال نوفمبر ما غاديش يكون فيه
يعني ما غاديش يكون فيه تسامح، ما غيكونش فيه التساهل اللي غادي يستاهل غادي يجي. لحقاش اللائحه ولات موسعه، كاين لاعبين اللي ما تناداش عليهم كانوا يعني ماشي في صحه جيده، كان عندهم توعك. كاين لاعبين اللي ما تناداش عليهم. دابا الوليد الركراكي عنده لابال، والمجموعه اللي معاه حتى هما عندهم لابال، باش غادي يبداو يوجدوا يعني سيريوزمون. ما كاينش العاطفه وما كاينش المحنه. اللاعب اللي غيكون موجود راه موجود. كندوي على موجود يعني كنقولوا خصو يكون كيلعب المقابلات، الا كاين دي زيكسيبسيون كنعاودها وكناكدها بحال الشكل ديال نايف اكرد، ولو انه ما كيلعبش في المقابلات ديالو، الا انه ما عندناش يعني شي واحد اللي احسن منه اللي تقدر تحيد اكرد وتجيب واحد كيلعب يعني واخا كيلعب في الفرقه ديالو ما غاديش يكون في المستوى ديال نيف اكرد. هذه لا يختلف على اثنان. اناحي كذلك نفس الشيء. كنشوفوا بان يعني ولا الدينامو ديال الفريق، ولا ذاك المحرك ديال الفريق، ولا اللي كيتبنى عليه اللعب وكيعتمد عليه وليد الركراكي صراحه في الهجمات ديالو، في بناء اللعب ديالو، في ذاك التنشيط الهجومي اللي ولينا كنشوفوه. يعني ماشي من عاد وليد الركراكي يعني كيهجم بزاف وكنضيعوا فرص بزاف، الا ان يعني في المقابلات الاخيرين ديال وليد الركراكي وديال المنتخب الوطني المغربي اسود الاطلس، كنشوفوا داك التنشيط الهجومي، كنشوفوا داك الهجمات يعني الكثيره اللي فعلا كنضيعوا فرص وكنسجلوا فرص. والنتيجه اننا بدينا كنشوفوا المنتخب كيفوز باربعه وكيفوز خمسه بين قوسين مع المنتخبات المتوسطه او لا دون ذلك، الا انه كيتعتمد وكيبقى واحد كاشي ديال المنتخب. واخا يلعب مع منتخب كبير غادي يلقى الحلول ديالو الا كان كيلعب بنفس التشكيل وبنفس يعني ليسبري دو جروب اللي ولفنا عليه. يعني كنشوفوا بان الخبط الكروي ديال سفيان رحيمي اللي دار واحد الدور اللي ما معتادش عليه في الجهه اليمنى، الا انه كيولي ماشي جناح يعني فري، كيكون واحد جناح وهمي اللي كيخلي الكولوار الحكيمي. كنشوفوا هذاك التريونغل اللي ولا كيولي بين حكيمي وناحي وسفيان رحيمي يعني بوزيتيف صراحه، اللي عطى واحد يعني ركله جزاء اللي تحسب مرة أخرى للمجموعة وتحسب لوليد الركراكي اللي نورمالمون ما كاينش في غياب ديال زياش، خصو يضربها اللاعب الثاني اللي هو سفيان رحيمي، إلا أنه أبى باش يعطيها النصيري باش نشوفوا واش غتعطيه واحد الحافز وتعطيه واحد ردة الفعل باش يمشي بصم على يعني التنافسية ديالو مع الفريق ديالو وعلى الرسمية ديالو مع الفريق ديالو. سينو راه لا يمكن باش يتنادى عليه مرة أخرى، لحقاش اللاعب اللي كيدير واحد المجهود كبير مع المنتخب الوطني المغربي، يعني واحد السخاء يعني يعني كبير بالنسبة للكونديسيون فيزيك ديالو، والجري يعني على لو بورتور دو بال ويمينا ويسارا كيطلع كيعاون حتى المربع. العمليات ديالنا كنلقاو كيطلع في لو جو تيت وفي وسط الميدان. لاعب محارب ورجل مقاتل كنحتاجوه مع المنتخب، ولكن الا ما كانش دير فورما ما كانش لاعب مقابلات ديالو، راه ما يمكنش ليه غادي يعطينا شي اضافه مع المنتخب الوطني المغربي، وغادي يضيع البلاصه ديال واحد اخر. غادي ندوي على واحد المساله وغندير واحد المقارنه بسيطه. دائما غادي نرجعوا للمنتخب ديال قطر، ديال كاس العالم قطر. غادي ندوي على داك لاكس سونترال اللي دير الوليد الركراكي صداع في راسو، ودير حتى المتتبعين صداع في راسهم. كنشوفوا بان في كاس العالم قطر كان عندنا غانم سايس، كان عندنا نايف اكرد، وكان عندنا كنظن يعني ليامير، وكذلك بانون وداري. شوف عندنا تقريبا خمسه كيلعبوا في هذا لو بوست هذا، وملي تقصح يعني سايس وهذا لقيناهم موجودين ودخلناهم باش يعني سدوا هذاك المكان اللي كان فيه الخصاص. ولا لاحظتوا كان كيدخل بثلاثه ديال المدافع الاوسط باش يلاه يسدوا يعني المكان ديال سايس اللي في واحد المقابله من المقابلات اللي ما قدرش يكمل. ولا دابا كنشوفوا يعني في منادات على لي زارير سونترو ما كاينش، يعني كنشوفوا بان كاين بودلال اللي لاعب يعني مازال شاب، يعني راه مازال
كندويو على منتخب ديال كأس العالم 2030، نقدروا ندويو على أزنون، ندويو على بودلال. ولكن بالنسبة عندنا في الصيف عندنا كأس إفريقيا، راه خصنا اللاعب هو الجاهز، وخصنا اللاعب اللي غيكون يعني تكنيكمون تاكتيكمون فيزيكمون يكون يعني ند للند مع الأفارقة ومع شمال إفريقيا. يعني كأس إفريقيا كتبغي شوية ديال الحروشية وشوية ديال التحرميات وشوية ديال القوة. يعني هاد الحوايج هادو، هاد لي زانغريديون كاملين كنقدروا نوجدوهم في اللاعبين اللي عندهم الخبرة. يعني لا جونيس مزيانة تكون عندنا في الفرقة، ويني كتكون في لا لين داتاك وواحد شوية في ميليو تيران. اما في لا ديفونس يعني الفو با، يعني ما خصكش يعني تغامر بان جون اللي تحرقوا الا الا كان مأكد المكانه ديالو مع الفريق ديالو. تنشوفوا ازنو عنده مشاكل، ماشي مشاكل، باقي ما كيتنازلش عليه مع الفريق الاول ديال بايرن ميونخ، باقي ما كيلعبش، ما عندوش لا كومبيتيسيون في رجليه. يعني بالنسبه لنا كاس افريقيا غادي يقدر يكون دوبلور 2 ولا دوبلور 3، ولكن باش يكون اساسي مازال لحقاش شفناه. يعني المغاربه كاملين عجبنا في هذيك المقابله اللي لعب، ولكن راه خدم اوفونسيف في لو كوتي ديفونسيف راه ما شفناش، وما كنظنش غيكون في مستوى ديال مثلا بالعمري اللي فريق اللي مشى من فريق كبير ديال الفتح الرباطي وكذا، عنده تكوين اكاديمي، ومن بعد مشى للرجاء البيضاوي كيلعب على اعلى مستوى. شفنا كيفاش دخل بواحد الاريحيه، دخل كانه كيلعب منذ سنين مع هذوك الوليدات. شفنا كيفاش كيدخل في الوسط الملعب وكيخلي الكولوار الزلزولي. شفنا لي باس اللي كيعطيهم بروفوندور، لي باس اللي عطى الأناحي باش تسجل به الهدف، التحركات ديالو سواء على الجبهه الدفاعيه او كذلك على الجبهه الهجوميه. شفنا حركات في المقابله الاولى اللي كان يعني لاعب سي نورمال، لاعب متخوف شيئا ما، ولكن دوز المقابله ديالو مزيانه وسون فوت. الا ان في المقابله الثانيه كانوا دي فوت، ولكن هنا اقف يعني وكنعاود ناكد وكنعاود نقول بان حركاس كيبقى لاعب مغربي اللي خصنا نشجعوه، اللي خصنا نعطيوه يد المساعده، باش ماشي كنعطيوه كادو، ولكن يستحق ملي تنادى عليه المنتخب الوطني المغربي. الكراكي ماشي حمق غادي يبغي غير يعمر بلاصه، الا انه يستحق. خرج لاعب من وجده مشى للرجاء البيضاوي، من بعد الرجاء البيضاوي هو في الوداد البيضاوي، مصم على موسم مع الرجاء البيضاوي او مواسم اللي كانوا في مستوى كبير، مصاب على مستوى جد رائع، ولا قائد ديال الوداد البيضاوي. علاش بعض الجماهير المحسوبه على الجهه الشماليه بقات شاده داك الحقد وداك الضغينه؟ علاش الولد مشى من تما ومشى للفريق الرجاء البيضاوي او الوداد البيضاوي؟ لو كان حركاس مشى لشي فريق اللي اقل نقدروا نعاتبوه، ولكن مشى لفريق اللي اكبر اللي هو الرجاء البيضاوي، مشى لفريق اخر اللي اكبر وشبعان بطولات وكؤوس اللي هو الوداد البيضاوي. يعني سيد مجتهد يتسلق يعني الدرجات. لهذا يعني ما علينا الا نساندو ونساو يعني داك الانتماء هذا وجدي، هذا بركاني، هذا ملي كيولي المنتخب الوطني المغربي خصنا نساندوه. دوك لي فوت اللي دار ولا لي ديشي اللي دار في لاباس او في لا كونسونطراسيون، رجاو من داك الصافير ومن داك يعني كنظن يعني الغوات ديال الجماهير اللي كانت يعني ضد حركاس. لهذا يعني ما غاديش نحسبوا ليه هذوك الاخطاء، ولو انها كانت مكلفه، وكانت تكون مكلفه لولا يعني التصدي ديال منير محمدي. ولكن خصنا نحترموا اللاعبين ونخليوهم. ما تنادى عليهم منتخب الوطني المغربي كيولي شعار ديال المنتخب الوطني المغربي، ماشي شعار ديال الفريق. لهذا ما نخلطوش الحوايج، وما خصهاش توقع في بلد اللي يعني العشق ديالو هو كرة القدم والعشق ديالو هو اللاعب النظيف. لهذا يعني حركاس مازال خصها تعطاه فرصة أخرى باش يكون مع نايف أكرد في هذا البوست. يعني باقي شوية متخوف، ولكن على حساب اللعب ديالو اللي شفناه مع الرجاء البيضاوي أو مع الوداد البيضاوي يقدر يكون أحسن، إلا أن كان شوية مضعوق ومضغوط بداك الغوت وداك الصافير من جانب الجماهير. ما علينا الا نشجعوا هذا الوليد هذا وكاع الوليدات اللي كان ناديو باش تعطى فرصه لوليداتنا في البطوله. هما جوج الوليدات او ثلاثه، نزيدوا عليهم شهاب ديال الحارس
الثالث ديال المغرب الفاسي. لهذا يعني خصنا نشجعوا حتى الناخب الوطني باش يعطي فرصه لهاد الوليدات. كنظن انا ملي كنشدوا جوج ثلاثه اللاعبين من البطوله وكيكونوا متميزين، ماشي غادي نخدموا العاطفه ونحطوهم وسط هذيك المجموعه ديال الكوارير المحترفين وداك الشيء، غادي يبليو البلاء الحسن. كما الشكل ديال عطية الله اللي دخل وابهرنا يعني في قطر بداك التمريرات ديالو بديك الثقه ديالو بديك الكاريزما ديالو. وكان الشكل حتى هو ديال داري اللي سجل في كاس العالم، بانون اللي دخل حتى هو. يعني ما كاينش فرق الا ولكن خاصها تعطى مع الكويريه، من تدخلوا مع المجموعه اللي كتكون تيبو، مع المجموعه اللي كتكون رسميه. كانوا عندنا دي شونجمون، يعني عاود اكدت بان وليد استفد وخلى نفس المجموعه ما دار دي شونجمون كبار. دخل بالحيان والصحراوي، شفنا مرابط في الدفاع الاوسط وهذه تحسب الوليد الكركل، حقاش نقدروا نوقفوا على مرابط في غياب يعني مثلا الا ما كانوش يعني المدافعين الاوسط بكثره، او لو وقعنا في واحد مشكل يعني في لي كومبيتيسيون ديال كاس افريقيا وداك الشيء، مزيان يجرب مرابط في هذاك البوست باش نشوفوا كيفاش التناغم ديالو والانسجام ديالو مع نايف اكرد. ما كانش خايب بحال الشكل ديال بزاف الفروق اللي كيشوفوا ميليو تيران كيرجعوه يعني بحال البايرن، بحال ريال مدريد مثلا مع اللاعب الفرنسي اللي كيلعب ميليو تيران وكيدخل مره كيلعب في لاك سونترال وكيدوز مقابلات ولا اروع. لهذا يعني خاصنا دائما نشوفوا نلقاو دي سوليسيون اللي نخترعوا ونتوقعوا دي سيناريو ونعطيو لي سوليسيون ديالهم. هذا هو الدور ديال المدرب، هذا هو الدور ديال الطاقم التقني. كنظن انا في نوفمبر غيكون عندنا تجمع اخر يعني مقابلات اخرين في سميتو في ديال كاس افريقيا وكذلك من وراهم ديال كاس العالم. لا مجال لتجريب بعض لاعبين اخرين جداد. خاصنا نركزوا على لا كان شي ظهر شي اكس سنترال مازال في لاج ديالو يعني ماشي صغير، يكون لاج موين ويكون متمرس ويكون هذا باش نجربوه في الثنائيه مع نايف اكراد ومع حركات باش نوقفوا يعني بواحد النسبه ديال 80 90% على المجموعه ككل وعلى السيناريوهات اللي غادي تقدر توقع لنا. شفنا الاهداف اللي تماركات كانت اهداف جميله. شفنا داك الانفجار ديال بن صغير في وسط الملعب. الحمد لله عندنا لي تيتولار وعندنا لي دوبلور، عندنا بحال ما عندناش المشكل. ما كاينش دياز البلاصه ديال دياز عمرات بن صغير. المقابله الاولى لعب تاكتيكمون يعني بزاف الناس يمكن ما غيبانش لهم الخدمه اللي دار، وين دار واحد لو طرافاي تاكتيك يعني انكرويابل. وهو كان منه يعني النظام والتنظيم سواء في وسط الميدان او لا في الهجوم. ولكن في المقابله الثانيه ضد افريقيا الوسطى شفناه كيفاش نتفاجر بلي باس ديالو، يعني دوك لي بينيتراسيون ديالو لي باسون بروفوندور اونتر لي لين اللي جاو منهم جوج، وطلب الكره ظهر المدافعين اللي جاو منهم جوج ديال الاهداف ولا اروع. وشفنا رده الفعل ديالو ملي دار لي شونجمون ركراكي بحال تيقول لي شتي شنو قلت لك يعني السيد فرحان اللي اريز بانه يعني ولد في هذاك لاج هذاك كيسجل جوج اهداف ويكون نجم ديال المقابله. شفنا حكيمي كيفاش كيتعامل مع اللاعبين سواء المحترفين اللي على برا سواء اللاعب المحلي، يعني نعمه القائد ونعمه الكابتن. شفنا محمدي اللي دائما معودنا بانه واخا في الغياب ديال بونو دائما حراسه المرمى في امان. يعني كان عندنا لاعبين اللي ما انديسكوتابل ما كنهضروش عليهم. يعني دابا كنشوفوا هذوك لي فاي اللي عندنا الصغارين كنقلبوا يعني عليهم. يعني كنعاود ناكد يعني باقي عندنا لارير سونترال خصنا شي حد اخر يكون عندنا في لارير. لا كانت العوده ديال المزراوي وكذلك ديال يحيى عطيه الله كان غادي يكون احسن. كنشوفوا يعني الشيبي دائما كيجي وما كيلعبش، كيتنادى عليه وما كيلعبش. كنا يعني نحبذ، كنت انا كنتصور وتنتخيل بان دوزيام ميطون ملي حسمنا المقابله او لا تبقى واحد 25 مينوت نقدروا نخليو حكيمي ونلعبوا حكيمي مثلا كايلي ونلعبوا الشيبي باش حتى هو ياخذ لو ريتم ديال المقابله. لحقاش لا يعقل ان اي تجمع كنعيطوا على اللاعب اللي كيلعب في الفرقه ديالو وكيبصم على واحد
واحد المستوى رائع جدا، وما ما 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 مازال ما نقدروا ما نديروهاش في الكارديان دو بيت. واني بالنسبه للجوار ضروري خصو يتعطى حتى هو الفرصه، وحتى هو يلعب ويحس براسو بانه حتى هو راه غنوقف عليه، ماشي جاي يدوز كونجي ياكل ويشرب ويمشي، ونهار غادي نوقف عليه بصح ديال المعقول مثلا يتقصحوا لي لا رياض هو الاول والثاني، وهذا ويبقى عندي غير يعني اخر يعني هي خيار او لا اختيار هو الشيبي ملي غادي يدخل ما ديرش مقابلات مع المنتخب الوطني المغربي. لهذا خصها تعطى الفرصه، وخصنا نفكروا في هذه المساله، ما نفكروش غير يعني تنشوفوا التدوير ديال اللاعبين كيكون في الجهه الهجوميه اكثر، ولكن بالنسبه للدفاع فعلا الدفاع راه ما كيتغيرش، ولكن نحن يعني في صدد يعني كنعطيو واحد الدقائق للاعبين باش يديروها في رجليهم باش كيتحس بانه راه داخل مع المجموعه. كان لا باس عليه، كان نخليو حكيمي واحد 20 مينوت ولا 25 مينوت يخرج، ما غاديش يوقع حتى حاجه، او يدخل الشيبي ونشوفوه في هذاك المكان. ولو ان عندنا الثقه في الشيبي بانه لاعب تبارك الله ما شاء الله عليه، ولكن خاصها تعطى مع الوليد يحس هو بداك هو يكون شريك في ديك 4 وشريك في ديك 5 مثال الشيبي ولاعبين اخرين اللي ما دخلوش. يعني بالحيان والصحراوي ما يمكنش نحكموا عليهم في هاد 20 دقيقه يلعبوا، وكان غادي خصها تعطاهم فرص اخرين، ولكن ها هما الحمد لله هما معنا. يعني بشويه بشويه كنشوفوا كنعاودوا نتاكدوا، وكندوي وكنعاود ناكد راه ما يمكنش ان جوور غادي يلوبي مثلا الركراكي ولا الطاقم التقني اللي ما عرفش. شفنا ملي دخل بالحيان، شفنا الكويرات ديالو المزيونين، شفنا الصحراوي كذلك في واحد الكرات ديالو كيفاش كيقلب، كيفاش كيدريبلي، كيفاش كيحيد كره. يعني كاين لاعبين لا خصهم شويه الوقت، خصهم كتكون الخلعه ديال اول مقابله، كتكون يعني اول احتكاك باللاعبين ما كيعرفهمش ما كيعرفوش، يعني بزاف ديال الامور هنا. ولكن كيبان لك راه اللاعب ملي كيشدها كيبان لك كيفاش كيطلب، كيفاش كيتحرك، كيفاش دونك كاين عندهم معدل، وكاين فايتين المعدل باش يكونوا مع هاد المجموعه. اعيد واكرر، دابا ما خصناش نبقاو نجربوا، خصنا نبقاو غاديين على نفس الريتم، وغاديين بشويه بشويه باش كنأكد وكنعاود بان باقي ما لعبناش مع منتخبات اللي قويه بزاف، ولكن باللعب الجماعي وبنفس العناصر وفي لي سيستيم دو جو كيتقلبوا وسط المقابله، وواحد التنشيط الهجومي وكذلك التنشيط الدفاعي اللي كنشوف لي رونونس. يلاه دابا نايف اكرد هو اللي كيديرها، باقي حركات متخوف باش يديرها، باش كيعطيك ديك لاباس طويلو يا اما ناقصه ولا هذا ما كيقدرش يعطيك باس قصيره. شفنا دو باس اللي تعطاو قصار تقطعوا ورجعوا لنا مرتدات اللي كانوا خطيرين. يعني هاد الحوايج راه كيديرهم مع الوداد ودارهم مع الرجاء، الا ان باقي مازال خصو المقابلات، وباقي مازال خصو يهضر مع وليد الركراكي باش يعطيه الاطمئنان اكثر ويعطيه الثقه اكثر باش يكون احسن. كان معكم رشيد كرام من قناه روبيو فوت. نتمناو تخلوا لنا لي كومونتير ديالكم، نخلوا الافكار ديالكم والمقترحات ديالكم، وتعاونوا هذه القناه يعني الفتيه الجديده باش تنتشر اكثر. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.